السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قلت لكم بدأنا في سلسلة السلطات. تعالوا بينا النهاردة بقى نعمل سلطة البسلة والجزر والبطاطس بطريقة سهلة جدا وكمان تحفة. كنت مفرزة شوية بسلة على جزر، بس قطعت معاهم كده بطاطساية صغيرة وسلقتهم نص سلقة بسيطة، مش عايزاهم يتهروا معايا خالص. وبعد كده بقى بصلاية كده فرمتها بسيط، حطيت عليهم عصير واحد ليمونة وشوية فلفل اسود وشوية ملح وعلبة زبادي ومعلقتين كبار مايونيز، وهحط عليها برضو معلقتين كبار مستردة. لو ما بتحبيش لذعة المستردة قلليها المعلقة ونص، بس المستردة هي مكون اساسي معانا. هقلب بقى الخليط ده كويس جدا كده زي ما انتم شايفين لحد ما يبقى كريمي ويوصل للون ده. هقوم بقى بعد ما وصل اللون ده هقوم ضايفه عليه الجزر بالبسله بالبطاطس بتاعتي، واقوم مقلباهم مزجاهم ببعض كويس جدا كده لحد ما كل الخليط ده يبقى واحد. وبس احنا كده خلصنا. تجيبي عندك بقى الطبق السرفيس، العلبه اللي هتقدمي فيها، مقولكيش بقى على جماله والحلاوه بجد يا جماعه، طعمها خطير. وبالظبط هي مكلفانا ايه حوالي 30 20 جنيه، احسن مما اروح اجيبها من بره ب 120 جنيه، ومقولكوش بقى على الجمال والحلاوه. الف هنا وشفا، متنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. ويا خرابي على الجمال والحلاوه، بجد خطيره، لازم تجربوها، والف هنا وشفا.